نوم الزوجين في غرف منفصلة. أنا إسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت لي استفسارات يبعتها على الانستجرام. نوم الزوجين في غرف منفصلة معناها عدم احترام للطرف الثاني، معناها أطفال غير أسوياء شايفين أبوهم وأمهم في حالة من الانفصال العاطفي والجسدي. النوم في غرف منفصلة معناها ان الشخص اللي قدامي شايف ان انا قرش براني هيرميه يرجع له تاني. النوم في غرف منفصلة معناها ان في حاجة انا عايز اعملها لوحدي. النوم في غرف منفصلة احيانا معناها صمت عقابي سافل غير لائق وغير عادل. طب اعمل ايه؟ جوزي بيعمل كده على طول. لابد من موقف حاسم. الموضوع ده مش هين مهما اتقالك. نحل مشاكلنا في الأوضة بتاعتنا. الجواز مودة ورحمة. في الحالة دي ما تقوليش ولادي، في الحالة دي أحسن لك إنك تحلي المشكلة أو ترحلي قبلك، عشان ولادك هيشوفوا عدم احترام بينك وبين أبوهم. هيطلعوا شايفين إن البيت معوج، هيطلعوا ما عندهمش أدنى استعداد إنهم يبذلوا مجهود في علاقاتهم. البنات هيكرهوا أبوهم كل ما يشوفوا الوجع في عينين أمهم. عدم نومكم في غرفة واحدة هيسبب جفا، والمشكلة الصغيرة اللي قد كده هتبقى كبيرة. يا إما الطرف اللي قدامك يحترمك ويحل مشكلته معاكي، يروح معاكي المتخصص، يا إما يبقى هو مبسوط بكده، وفي الحالة دي يبقى بيعمل حاجة غلط أو عايز العلاقة بينكم تسوء، عشان لما يروح يعمل حاجة تانية يبقى عنده تلكيكة يقولها. يا تحل مشكلتك معايا، يا إما كل واحد يروح لحاله. الراجل بيعمل كده لما بيبقى عارف إن ما باليد حيلة. وريله لأ، أنا في إيدي حيلة. الاحترام أساس الجواز. مفيش احترام يبقى أنا عايشة معاك تحت سقف واحد، لكن إحنا مش أزواج.